المنتخب المصري سمع كلامي وبيذبح عجل. ما هو كان لازم يا جماعه، قلت لكم في حاجه غلط، ودي مش تخاريف، دي عاداتنا وتقاليدنا وديننا. احنا في رجب، اطعام الطعام واجب. عقده، تعادلات متكرره، اصابات متكرره، رغي وقيل وقال ومشاكل. ده احنا بقينا حديث العالم، منتخب مصر متصدر الاخبار، ومش عشان احنا احسن منتخب لا سمح الله، لا، ده من اول ما يورجن كلوب طلع واتكلم عن ولاء صلاح واعتذر للشعب المصري عن فلتة لسانه. واكيد صلاح هو اللي قاله، لان اكيد صلاح اتضايق. شكرا يا ابو صلاح. محمد صلاح نزل تويته وقال ان شاء الله يلحق المنتخب، وان شاء الله المنتخب يصعد، وانه بيحبها وبيحب ناسها، وناسها بتحبك يا صلاح، وباذن واحد احد ترجعوا لنا كلكم بالكاس. محمد عباس وكيل محمد صلاح نزل تويته بعنوان عارفك وهجيبك، وبيكلم فيها بتوع السوشيال ميديا اللي اتكلموا عن صلاح وبيتوعد لهم. في حالك انت، ده ابننا وحته من قلبنا، احنا كده بندعي على عيالنا وبنكره اللي بيقول بعد الشر. راح ميدو داخل في الزحمه وعلق على صوره محمد صلاح وقال له يعني هي دي التدريبات اللي انت رايح ليها ليفربول؟ راحوا 2 مليون متابع ردوا على ميدو سلخوه وقالوا له خليك انت في كرشك. راح ميدو منزل الصبح يا جماعه انا كنت بهزر في ايه، اصلا لو مكانه هنزل وانا بتعالج في مكوك فضاء. جاب ورا. وانا من وجهة نظر الضعيف اني كنت هبقى مبسوطة جدا لو المنتخب المصري متصدر الترند، عشان هو في التشكيلة الرسمية اللي الكاف نزلها لاحسن لاعبين في البطولة، اللي ما فيهاش ولا لعيب مصري حرفيا. انت رأيك ايه؟ رسيني على الترند.